حسب آخر الأخبار التي وصلتنا من متحرين في باريس، صحيفة فرانس بوتول الفرنسية والمتخصصة في منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم تريد الانتقام من ميسي بسبب خروجه من فرنسا وتغلبه عليهم في نهائي كأس العالم بعد تواطؤ الفيفا مع المنتخب الأرجنتيني. والخطة ستكون بتوهيمه بأنه الفائز بالكرة الذهبية وإحضاره للحفل، وهنالك ميسي سيكون جالس مع مبابي وهالاند، ويبدأ الحفل والعرض، ثم تأتي لحظة الحسم ويمسك ديدي دروغبا الورقة ليقرأ اسم الفائز، وهنا ستكون الصدمة، حيث يقرأ دروغبا الاسم وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وستنطفئ الأضواء ويدخل الضوء ويمسك الكرة الذهبية ويذهب إلى الميكروفون ويقول كلمته الشهيرة سي، وستظهر الجميع وانهيار ميسي. لكن كما هو معروف فالمصائب لا تأتي فرادى. يدخل رئيس الفيفا جياني انفينيتو ويخبئ وراء ظهره شيئا ما، ويعترف أمام جميع الحضور بما فيهم ميسي أنه هو من ساعد الأرجنتين للفوز بالمونديال، ويخرج الكأس من وراء ظهره ويعلن أخيرا سحب كأس العالم من الأرجنتين ومنحه للبرتغال، ثم يسلم الكأس للدون على المنصة ويرفع كأس العالم باليمنى والكرة الذهبية باليسرى، وتبقى أفضل نهاية لأفضل لاعب في التاريخ.